رزقي، جمعية المواطنة والتنمية فرع سليان، رئيس الجمعية. كرد بصراحة شيء يأسف، وأنه يجي سي الرئيس المنصف المرزوقي وفي الآخر يقول وأنتم كم تحكوا لي حاجة راي مش تدخل منها تخرج منها، ويزيد يقول أنا ما جبت الصباط وكلاس سليانة بيسلبوني. نقول لك يا سيد المسؤول، سليانة فيها ما يكفي، سليانة غنية بثرواتها ومواردها الطبيعية. لو تقومون بتحويل المنتوجات الفلاحية لما تم بعث مصانع للحليب والزيت. نحن بلاد غنية، لسنا في حاجة لا لصباتك ولا لكلاستاتك. ما حاجتنيش كل مرة تجدد لنا مسؤول. خلي المسؤولين يقوموا بواجبهم. حطونا آخر الناس احنا في الكيس كجمعية اللي حقنا باش نتكلموا، حطونا آخر الناس. ارسيدي صدروهم من قدام يزينوا بيهم، ولا ليش جاي انت تقول انا ما عنديش ما نعطيكم؟ ليش جايين يا سيد المسؤول؟ ما جاب حتى شيء للبلاصة زي مادام جاي يحكي لنا على كلاس وصبات، فما فئات مهمشه هي ما تحلتش المواضيع خلاص. حبينا نحكوا على الاليات، على العباد اللي تخلص ب 120 دينار كيفاش تعيش، على برشا وضعيات اخرى. سوء حظها سليانه. حكيتوا له على 120 دينار، شنو كان رد؟ ما حكيناش احنا جبدناها الحكايه وقع بلزه في الاجتماع، ما وصلنا لحد شيء وما حكينا حد شيء. شنو اسباب البلزه؟ والله اللي هذا يحب يحكي على موضوع اللي عنده اللي زار سيدي متبدرين من قدام. ما عندي حتى راي، ما عندي حتى شيء نعبر. ما ار سي دي هم المهيمنين وهما اليوم استقبلوه. شكون اللي قال لك اللي هو من الار سي دي للحضور هذا؟ نعرفوهم واحد جماعه الار سي دي معروفين. قلنا الار سي دي قال انقطع الاجتماع باعتباره يحكي على ضوابط وكلاستات وما